الله وبركاته. ان شاء الله في الفيديو ده هنتعلم ازاي نعمل لعبة زي اللي احنا شايفينها دلوقتي. هي لعبة ان انا امسك او المس الكورة. لو لمست الكورة طبعا المفروض ان انا بدوس ستارت واقول له بقى لو لمست الكورة بيبدأ يزود واحد زي ما احنا شايفين كده، ولو لمست الكائن الغريب دوت بيبدأ ينقص واحد. تمام، فده ان شاء الله كده هنبدأ هنعمل نفس زي اللعبة دي بالظبط. يلا بينا نبدأ نعمل اللعبة دي. زي ما احنا شفنا كده في التطبيق اللي احنا شفناه اللي هو جربنا اللعبة ده. هنبدأ نحاول نعمل زي اللعبة اللي شفناها بالظبط، هو كاتش بول جيم. أول حاجة هنفتح اللعب انفنتور من الموقع زي ما شايفين كده، وهنيجي هنا نعمل بروجكت جديد. هنعمل جديد، نعمل نيو بروجكت ونسميه كاتش بول جيم. وندوس اوكي، يفتح معانا الشكل الفاضي ده. طيب أول حاجة هنعمل إيه؟ إحنا هنعمل التصميم زي ما شفنا في الأول كده، إن أنا عندي في كلام فوق مكتوب هنا، وفي زرار تحت كده، وفي ده نص المكان اللي أنا ألعب فيه. أولا عشان أجيب الكلام المكتوب دوت، ده بيسموه ليبل أو زي الستيكر كده. فلما بحط الليبل ده كده بيكون مكتوب تكست فور ليبل عندي، عشان أبدأ أغير فيه. فبكون دايس عليه من هنا عند الكومبوننت في المكان ده، وأبدأ أغير اسمه من هنا. مثلا أقول له إيه؟ آه، بول كاتش، بول كاتش، كاتش. ولو عايز اخليها مثلا اكتب كلمة جيم برضو، اعمل كلمة جيم. فده كده ظهر. طيب انا عايز اخلي الكلام ده في نص الشاشة هنا. عشان اخلي ده في نص الشاشة بتحكم فين؟ في السكرين نفسها، في السكرين 1. تمام. طيب بدوس على السكرين 1 هنا، واجي هنا اقول له ايه؟ في عندي الاين هوريزونتال، يعني خليها في النص، خليها على الشمال او في النص على اليمين. طبعا انا عايز اخليها السنتر في النص. ولو عايز اخليها في النص هنا بقدر اتحكم في اللاين فيرتيكال فوق، او اللي هو توب او سنتر او ايه، او ده او بوتوم. لا انا عايز اخليها بس في المكان ده. طبعا اقدر اخلي الكلام ده كبره، مثلا ممكن نخليه 25 من الفونت سايز، واقدر اخليه كمان فونت بولد. كده عملنا اول حاجه. طيب بعد كده محتاج اعمل ايه؟ محتاج احط المكان اللي انا هلعب فيه، اللي هو بيسموه مكان اللعب اللي هو الكرة تتحرك فيه. ده جوه منين؟ من عند دروينج اند انيميشن. في عندي الكانفاس، ده المكان اللي هو بتاع اللعب. عشان اخليه، عايز اخليه بيملى الشاشه كلها، باجي هنا في الهايت الارتفاع اقول له في البيرنت، يعني خليه نفس حجم البيرنت، وفي الويدث خليه في البيرنت. كده عملنا الايه؟ الكانفاس او المكان اللي انا العب فيه. بعد كده عايز احط بوتون، هاجي عند البوتون هنا ابدا احطه هنا. البوتون عايز اخليه مثلا ادوس عليه كلمه ستار، هاجي هنا اغيره من هنا عند تكست اقول له كلمه ستار. أو أنا أقدر أغير الحجم أو العرض والارتفاع بتوعه منين؟ من هنا. ممكن أخليه مثلا 150 بكسل. أنت محتاج تجرب وتشوف هو الشكل ده أنت محتاجه ولا، يعني هو ده اللي أنت عايزه ولا لأ. يعني مثلا هنا أخليه 80 بكسل، ونخلي الويتس 100، 100 وإيه، 160 مثلا. الشكل هيبقى زي كده. ده كده غيرنا ليه الطول والعرض بتوعه. طيب أنا لو عايز بقى أعمل إيه؟ لو عايز أخلي مثلا الشكل بتاعه راوند، الشكل ده أقدر أعمله كده. أقدر أغير اللون بتاعه برضه، أو الباك جراوند بتاعه ممكن أخليه أورنج مثلا، أو جرين، أيا كان اللون اللي أنا محتاجه. ممكن طبعا أجيب كاستم وأبدأ أغير في اللون اللي أنا عايزه بالظبط. فإحنا هنخليه مثلا، خليه اللون ده. واللون او الكلمه عايزين نغير شكلها. في تحت هنا في التكست اهو، في عندنا ايه؟ تكست كلر. فممكن نخليه ابيض مثلا. بقت ظاهره. طبعا ممكن نغير الحجم بتاع الخط بتاعنا، نخليه 20. كده عملنا الستارت بوتن. طيب انا كده عملت الكلمه ديت، وعملت المكان اللي العب فيه، والزرار. كان في عندي السكور اللي هو بيزيد كل مره. ده عباره عن ايه؟ احنا هنستخدم ليبل
نقدر نغيره بعد كده. الليبل ده هنسميه، هنكتب كده كلمة، نكتب سكور، نقدر نغيره بعد كده. نعرف ازاي عملنا كده السكور هنا، عشان الكلام اللي موجود هنا ده اللي بيظهر لما باجي ابرمج اللعبه بتاعتي على الابل فينتو. ممكن اغير الكلمات دي عشان لما اروح الصفحه الثانيه بتاعت البلوكس تكون مفهوم بالنسبه لي. فانا ليفل 2 اعمل لها رينيم، اسميه ايه؟ اسميه سكور. سكور اي ليبل اسميه ال بي ال، اي ليبل خليه سكور ال بي ال. ايوه البوتون اعمل له رينيم برضه، اقول له ستار. البوتون اخليه ايه؟ بي تي مثلا، بوتون او بي تي ام. كده ده البوتون. والكامبوس طبعا مش محتاجين نغيره. محتاجين بقى نحط ايه مهم جدا، الشخصيات بتاعتي او الكوره والشكل التاني الغريب. فده هنجيبه منين؟ ده هنجيبه من عند الدرو الانيميشن. هنجيب اول سبرايت ونجيب سبرايت تاني. اول سبرايت انا محتاج احط فيه كوره. الكوره اللي انا هحطها دي انا جبتها من على الكمبيوتر، وبعد كده خليت الخلفيه بتاعتها، شلتها يعني خلفيه بيضاء. فاجي اقول له ابلود فايل، اقول له تشوز فايل اللي هو ايه الكوره دي، ادوس اوكي. فده كده السبرايت الاول اللي هو الكوره. طبعا حجمها كبير جدا، عشان نغير حجمها نغير في الهايت والويدث. فنخلي مثلا الويدث بتاعنا 70 بكسل، والويدث بتاعنا ممكن 70 ده كتير، خليه 50 ولا خليه 70 برضه، 70 بكسل. كده غيرنا الايه، ال- الحجم بتاع الكورة بتاعنا. وده بقى الشكل بتاع الكورة. ممكن اصغر عن كده وممكن لا. تاني حاجة طبعا ده عشان ما نتوهش، هنسمي ده ايه؟ البول سبرايت، اس بي ار. دوس اوكي. والشكل التاني برضو انا جبت صورة تانية وعملتها، فاجي ادوس على الشكل التاني، اقول له بيكتشر، اقول له ابلود فايل، اقول له تشوز فايل، واختار الشكل اللي هو التاني دوت اللي هو ده، اقول له اوكي. فبرضه هيظهر بالنسبة لي ان هو كبير. فابدا ايه، اغير اصغر الحجم بتاعي. ابدا اخليه برضه 70 70 70، واخلي الهايت 70 بكسل. فده بقى الايه، الحجم بتاع الكائن الغريب ده. كده عملنا الكورة والايه والحجم. كده احنا عملنا تصميم، بس ما اسمها نغير ده. خليه مثلا فيل سبرايت اس بي ار، عشان نبقى فاهمين لما نيجي ايه، لما نيجي نبرمج الكلام ده. كل ده احنا عملنا تصميم. طبعا نقدر نغير كلمة سكرين 1 دي منين؟ هدوس على كلمة سكرين 1، وهاجي هنا عند التايتل واقول له ايه؟ اقول له بول كاتش جيم. هلاقي ان هي اتغيرت عندي هنا فوق اهو. نروح بقى على البرمجه بتاعتها، وهنروح ندوس على كلمه بلوكس اللي هي فوق كده. ندوس على كلمه بلوكس. اول حاجه محتاجين نعملها ايه؟ ان انا محتاجين حاجه مهمه جدا، وهي تايمر. عشان اخلي الكود يتحرك في اماكن مختلفه، فمحتاج تايمر يكون بيعد، يقول له اتحرك من هنا في الاماكن دي كلها في وقت معين، يعني كائنات الزحمه مثلا في اماكن معينه. فهنجيب ده منين؟ هنجيب ده من عند السنسور. في عندنا كلوك، وبسحب كلمه كلوك كده احطها. ما بتكونش ظاهره عندي هنا، بس هي بتكون تحت، لان دي بنستخدم الوقت بتاعها، مش بتكون حاجه بدوس عليها او بشوفها. هنا عندي الانترفال، ده الانترفال ده 1000. 1000 ده كتير جدا، فنخليه 800. وهنبدأ نجرب بعد كده ونشوف. 800 الانترفال بتاعتي. هاجي بقى في البلوكس. أول حاجة محتاج أعملها إن أنا عندي سكور، فمحتاج فاريبل اللي هو بيبدأ يزود السكور بتاعي. فاجي هنا عند فاريبلز، أقول له إيه، انشالايز جلوبال فاريبل، وهسميه سكور. يبقى أول حاجة عملنا السكور. عايز أخليه بصفر، أنا أبدأ بصفر. فاجي هنا عند الماس، وهجيب صفر كده. يبقى أول حاجة عملتها ان انا عملت جلوبال فاريبل اسمه سكور، وخليته بصفر. بعد كده عايز اشغل الايه، اقول له لما ادوس على الزرار بتاع ستارت، يبقى لما ادوس على الزرار بتاع ستارت يعمل ايه؟ يبدا يشغل الكلوك. فهقول له عند الكلوك كده
واقول له اعمل انيبل كلوك. كلوك سيت كلوك انيبل بترو. ركب ده كده واعمل لها انيبل. الترو هنا جاي منين؟ من اللوجيك. ترو او فولس. ترو يعني شغل الحاجه دي. كده قلنا ان انا لما ادوس على الستارت بوتون يبدا ايه يشغل التايمر. طيب بعد كده نعمل ايه؟ بعد كده عايزين نقول له بقى لما التايمر يبدا يعد يعمل ايه؟ نيجي عند الكلوك نقول له بقى فين كلوك دوت تايمر. خلاص التايمر اشتغل. نبدا بقى نعمل نحرك الكوره ونحرك الحاجه التانيه اللي هي الكل دي. فهنيجي هنا نجيب اللي هو موف تو. نجيب موف تو ونغير الاكس والواي. انا عايزهم يغيروا بطريقه عشوائيه. فنغير الكلام ده منين؟ نغيره من عند الماس من هنا. في عندي ايه؟ آه في راندوم بوزيشن او راندوم انتجر فروم كذا لكذا. من الماس ممكن نخلي دي 250 عشان ده المساحه اللي أنا بتحرك فيها. وهنكرر الكلام ده برضو للواي. ده عملناه بالنسبه للكوره. وهنعمله برضو بالنسبه للكلام. هنعمله دوبليكيت. وبدل ما هنا هيكون كل البول نقول له كل ايه الكلمة. كده عملنا ان هو الكرة تتحرك بصورة عشوائية. طيب بعد كده انا عايز بقى لما انا المس الكرة. فين اللي المس الكرة؟ هاجي عند البول اقول له ايه وين تاتشد اهو. وين كول تاتشد. عايز بقى ابدا ازود السكور بتاعي. يبقى اقول له سيت السكور بايه؟ سيت السكور دوت بقيمة ازود عليه واحد. طيب احنا جبنا هنا الست الجلوبال سكور. انا عايز ازود كل مره واحد. فاعمل الكلام ده ازاي؟ هاجي هنا عند الناس واجيب الجمع. يعني انا هاجي اجيب العلامه دي واحطها كده. اول مكان احط فيه السكور اللي هو اللي موجود دلوقتي. فلو وقفت على كلمه سكور كده هلاقي فيه ست وفيه جيت. فانا هقول له ايه؟ لا انا عايز اجيب الجيت السكور اللي موجود الاساسي وازود عليه واحد. اروح برضه عند الماس واجيب الصفر كده واحط عليها واحد. كده انا بزود كل مره هلمس الكوره هزود في السكور ايه؟ واحد. آه نفس الكلام بقى نيجي نعمل نفس الكلام ده لما انا المس الايه؟ اللي هو الكيل سبرايت. بس بدل ما هزود هنقص. هعمل ايه؟ انا هشيل خالص العلامه دي واجي عند الماس واقول له ايه؟ الماينس. احط علامه الماينس واحط برضه السكور واحط الواحد. لو عايز امسح حاجه بحطها كده. طيب زي الفل. انا كده لحد دلوقتي عملت ايه؟ قلت ان اول حاجه مشغل ادوس على البوتون يبدا التايمر يشتغل اللي هو بيتحرك فيه. عملت التايمر قلت التايمر يبدا يشتغل. وبعد كده قلت ان الكره تبدا تتحرك في مكان عشوائي في الاماكن دي. وبرده السبرايت او الشكل الغريب ده يبدا يتحرك في مكان عشوائي بالشكل ده. بعد كده قلت له لو الكوره انا لمست الكوره يعني بالسكرين يبدأ يزود في السكور واحد. وبرضه لو لمست الكيل سبرايت ده يبدأ ينقص السكور واحد. نرجع تاني كده للديزاينر. يبقى احنا زي ما احنا عاملين كده اهوت. طيب انا تاني حاجة محتاج اعملها ان انا محتاج ازود. هنا ابدأ اغير في السكور الليبل. باجي كده عند الليبل اللي هو كان اسمه سكور واقول له ايه؟ اقول له سيت التكست. انزل واحدة واحدة كده الاقي فيه كلمة سيت تكست اللي هي دي. احطها هنا كده زي ما حاططها. وهزود ايه بقى؟ انا عايز احط كلمه سكور ويجي جنبيها الرقم اللي هو اللي انا عايزه. انا اعملها ازاي؟ اجي عند التكست الاقي كلمه جوين. جوين يعني انا بحط حاجتين مع بعض او اقدر ازود على فكره من هنا. اول حاجه احط كلمه سكور. واجي برضه عند التكست واجيب اللي هو التكست فاي ده واكتب كلمه سكور. واعمل نقطتين فوق بعض. وبعد كده عايز احط بقى السكور اللي موجود معايا دلوقتي. اجي هنا اقول له ايه؟ جيت الجلوبال سكور. كل مره بحدث الايه السكور. طبعا نفس الكلام هعمله مع لما انا انقص السكور واعمل ايه ابديت في المكان بتاعي اللي موجود هنا. لحد كده تمام جدا. يعني ده هيبقى المستوى الاول من اللعبه. هنقدر نزود بعد كده في اللعبه تاني ان انا مثلا عايز اوصل لسكور معين خلال وقت معين. وكمان ان انا لما امس الكوره اعمل لها صوت.
طيب خلينا نجرب كده الجزء ده كده على الموبايل عشان نبدأ نجرب الكلام ده على الموبايل. يعني في عندنا كلمة كونكت وفي عندنا بيل. بيل ده إن هو بيبدأ يعمل لي أندرويد اي بي كي، اللي هو اللي أنا أقدر أسطبه على الأندرويد. يعني أنا لو عملت أندرويد اي بي كي يبدأ يطلع لي يا إما كيو ار كود أعمل له سكان بالموبايل، أو إن أنا أعمل له داونلود أبعته عن طريق أي يعني عن طريق الواتساب أو كده. آه، أو لو أنا عايز أجرب التطبيق على طول هقدر أعمل إيه؟ إن أنا هفتح من الموبايل. أوريكم دلوقتي. أنا هبدأ أفتح الموبايل زي ما إحنا شايفين كده، وهبدأ أفتح ال MIT AI كومبانيون ده. وهيبقى عندي حاجتين، عندي يا إما كونكت ويز كود أو السكان كيو ار كود. هدوس على سكان كيو ار كود أقدر أعمل إيه سكان للكيو ار كود اللي أنا عايز أعمله. فخلينا بس لما الكيو ار كود يبدأ يطلع نبدأ نعمله سكان. طبعا كل ده بيبدأ يجهز لي الرابط اللي هو أقدر أنزله أو أعمل له سكان بالموبايل. هو ظهر معانا يا إما أعمل داونلود للإي بي كي من هنا أو أعمل سكان للكيو آر كود من هنا. وبعد أعمل السكان للكيو آر كود ببدأ أعمل له سكان وأبدأ أعمل له داونلود على الموبايل عندي وأبدأ أشغله على الموبايل. أو الطريقة التانية إن أنا أعمل كونكت أجرب، لو أنا عمال لسه أجرب مخلصش اللعبة بتاعتي أو التطبيق بتاعي أدوس على أي بانيوم بس وأعمل سكان للكيو آر كود من الموبايل من هنا كده. وأول ما أعمل سكان هيبدأ يشتغل معايا على طول. ما بياخدش وقت، هو يعني ثواني ويبدأ يشتغل على طول. ده احنا كده شايفين كده تلاقي ايه اشتغل. كل ما ادوس على الكورة كل ما ايه السكور بتاعي يزيد. دوس على بتاع كان زي ده السكور يقل. وده كده كانت نهاية الايه، ان احنا نعمل لعبة على الاب انفنتوري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.